بصوا حبايب قلبي، النهارده الجمعه بقى كده، يا رب يجعلها جمعه مباركه يا رب عليكم. عملنا شويه خبيزه وطبق بتنجان جميل كده مخلل جنبها، وشويه رز ابيض، وطبعا العيش الجميل دوت. بصوا فرختين بلدي كده، ولا احلى من كده. بصوا شايفين جمال الخبيزه؟ تحفه. يلا نشوف هنعملهم ازاي مع بعض. السلام عليكم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ بصوا النهارده بقى هعمل شويه اكل كده تحفه. دول فرختين كده بلدي. بصوا طبعا هنضفهم كويس، انا طبعا غسلهم ومنضفهم كويس قوي، بس طبعا بعيد عليهم لو فيهم اي حاجه، شعرايه، ريشه، اي حاجه طبعا بنضفها كويس قوي قوي. والنهارده ان شاء الله هعمل معاهم شويه خبيزه كده جميله جدا جدا باذن الله، وطبق بتنجان مخلل بقى وشويه رز، ويلا نشوف هنعمل ايه. بص طبعا معايا كده ميه كده حطيتها على النار لحد ما غليت، فيها بصلايه وطماطمايه ورق لورا وحبهان. طبعا اول ما غليت نزلت عليها بالفراخ، طبعا بغطيها كويس بالميه الفراخ عشان تستوي معايا كويس. خبيزه بجد لما بتتعمل بشوربه فراخ بتبقى حلوه جدا، او شوربه لحم، اي شوربه عندك عامه يعني. طبعا هحط لها مرقه ماجي عشان تطعم الشوربه، ده على حسب الرغبه. خبيزة طبعا غطيت حلوة عليها. جدا بص جدا بقى جدا الخبيزه جدا. تحفه، حلوه قوي بصوا قوي، حلوة قوي قوي. خضره كده وجميله جميله قوي قوي. طبعا خبيزة بصوا كده دول 2 قطفها كيلو كلها كده. خبيزه. طبعا باجي اقطفها يا دوب باخد بس الورده بس كده بتاعتها، العروق طبعا لا. تمام، عايز تعمليها كده قطعيها، عايز تقصيها بالمقص مفيش مشكله. طبعا احنا بنحط معاها سلق اهو، وده السلق طبعا، والكزبره يا دوب برضو بناخد الورق بتاعه بس اهو. الخبيزه اهيت، وده السلق، ده السلق. بصوا بقطع الورق زي ما بقول لكم بس. وطبعا معايا حزمتين برضو كزبره، برضو هاخد برضو الورق بتاعهم. طبعا بعد ما قطفتها كلها، بصوا زي ما بقول لكم، لو عايزين تقصوها بالمقص زي كده قصوها مفيش مشكله. وطبعا الكزبره برضو نفس الموضوع. بصوا كده بالشكل ده. بص طبعا معايا حله كده على النار، طبعا سقطت فيها الخبيزه، وابتدي بقى احط لها الشوربه. طبعا غسلت الخبيزه، لازم تغسلي الخبيزه دي كتير قوي قوي، تنقعها كتير قوي في الميه، لانها بتبقى مليانه اتربه وكده، فلازم تنقع كويس قوي. وطبعا معايا فلفل وطماطم وبصلايه كده كبيره، واربع فصوص من الثوم. طبعا بحطهم كده، بزود الشوربه عليهم واسيبها تستوي مع بعض اهو يا حبايبي. بزودها كويس قوي بالشوربه. وطبعا حطيت برده شويه كده، شويه ميه كده من الكتل، ميه كانت بتغلي. طبعا بصوا خلاص كده يعتبر غلت شويه وداخله على سوا، وحطيت لها طبعا ورق ابتدى ورقه شوربه ماجي وكده، تديها طعمها اكتر. وطبعا انا كده كده حاطه لها شوربه فراخ، فبرضه بتبقى طعمها حلو جدا. بص طبعا سبتها طبعا استوت، وبعد كده يا دوب حطيتها في الخلاط، بنعمل بس نظام النبضات اللي هو تيك تيك وخلاص ونطفي. تمام، طبعا ما بتفرميهاش جامد عشان ما تبقاش ناعمه معاكي، وممكن تعمليها بالهاند بلندر. طبعا دي نص كوبايه رز، ممكن تستبدلي الرز دوت بفريك وكده مفيش مشكله. طبعا معايا معلقه سمنه كبيره، ومعايا طبعا راس من التوم، هعمل لها الطشه بتاعتها زيها زي الملوخيه اهو. بصوا كده يا حبايبي، طبعا اخلي التومه تصفر معايا كويس. وطبعا دي الخبيزه بجد ريحتها جميله قوي قوي. طبعا معلقه كزبره كبيره حطيتها على التوم، اول ما لقيته ابتدى ياخد لون. واو يا وعد يا وعد على الجمال والحلاوه والريحه، بجد ريحتها تحفه، وبتبقى حلوه جدا 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 في الوقت اللي احنا فيه ده، بتدفي قوي، وفي نفس الوقت بقى خفيفه كده، ما فيهاش بقى قوطه كتير ولا اي حاجه، بجد جميله قوي قوي. خبيزه مغذيه جدا. بص طبعا نص معلقه كمون كده حطيتها لها،
وطبعا فلفل اسود بقى واي توابل عندك. تمام. هعمل دلوقتي بتنجان مخلل، طبق بتنجان مخلل كده. طبعا ده معايا توم، حطيت توم على قطايه كده، فرمتهم مع بعض، على قرن فلفل، على ليمون بقى وخل وملح وكده وتوابل. وطبعا قليت البتنجان وهحشيه طبعا بالشكل ده اهو. بصوا كده بالشكل ده اهو. بصوا طبعا البتنجان المخلل ده بيبقى حلو جدا جدا جنب الاكل ده اهو. بصوا حبايبي، طبعا بعد ما خلصت كل الطبق كده، وطبعا قليت فلفل، وطبعا دي طماطم قطعتها شرايح كده وبرضه هخللها. طبعا برصها كلها كده بالشكل دوت. بجد طبق البتنجان ده بيبقى طعمه بجد تحفة، حلو قوي قوي. بصوا شايفين جماله وحلاوته. طبعا برصه كده بقى، بزين الطبق كده، بخليه شكله كده كيوت كده وامور عشان يفتح النفس. يلا يا جماعه، لسه محطش لايك يحط لايك يلا للفيديو. بص طبعا بحط طبعا الصوص طبعا بتاع التوم، طبعا بغرق بيه الطماطم كلها كده. ولو مش مشتركه في القناه، دوس على علامه الاشتراك وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. اهو بصوا حبايبي، طبعا حطيتها كلها كده. بصوا شايفين جماله وحلاوته، بجد حلو قوي قوي. والله الكاميرا فعلا ظلمه، حلو قوي، وبجد في الحقيقه بجد حلو جدا جدا جدا. الف هنا وشفا اللي شاف، وبالف هنا وشفا اللي هياكل. بص طبعا بعد ما خلصت كل الاكل الجميل دوت، الفراخ طبعا حمرتها. وده طبعا الطبق الخبيزه بجد حلو جدا. وطبعا دول شويه من الطشه كده كنت مخليهم على جنب عشان احطهم على وش الخبيزه. بصوا شايفين الجمال والحلاوه، مش قادره اوصف لكم بجد ريحتها ولا طعمها، بجد ملهاش حل. الله 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 على الجمال والريحه، الله. مع الفراخ البلدي بقى بجد حلوه جدا. يا وعد يا وعد على الخبيزه الجميله بجد جميله قوي قوي. بص طبق البتنجان طبعا ما تنفعش خبيزه من غير طبق بتنجان او مخلل زي ده. وطبعا عملت شويه رز كده ابيض جنبيهم. وطبعا معايا العيش المحمص دوت. هي الخبيزه دايما بتبقى طبعا عايزه عيش محمص. بص طبعا بعد ما خلصتوا كده، يا رب النهارده الفيديو يا حبايبي يكون سهل وبسيط عليكم. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه. بحبكم في الله، مع الف سلامه.